إذن الوظيفة الأولى هي فهم الدين بمنظوماته الأربع. خلوا لكم إن شاء الله برنامج في كل أسبوع أو في كل يوم لفهم الدين، فهم العقائد وفهم الأحكام وفهم الأخلاق وفهم الآداب، فهما أكبر وأعمق. هذه هي الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية لنا جميعا وبالذات للطبقة المثقفة تطبيق الدين. أين يطبق الدين؟ في مجالات أربع. المجال الأول المجال الشخصي، المجال الثاني المجال العائلي، المجال الثالث المجال الاجتماعي، المجال الرابع المجال السياسي. تطبيق الدين. ما هي فائدة تطبيق الدين؟ الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعض الأفراد يظنون أن الدين للآخرة فقط، الدين يأمن لنا آخرتنا. الدين يؤمن الآخرة وهي الحياة الحقيقية، ويؤمن الدنيا أيضا.